وسيذكرون ما أقول لهم ولو بعد حين. والآن هذا الحين جاء، سيخسرون وهم الآن يخسرون. قلنا لهم بالعقل وبالرؤية أيها الإخوة بما فتح الله، انسحبوا بهدوء، أفضل لكم ولمصر. لا تدخل، قال لك ما أدخلناش مصر في حرب أهلية، مش إحنا. قلنا لهم انسحبوا. إذا ما انسحبتوش لن يعز على آخرين وهم كثر، ومصر بالذات هناك من يتربص بها من الخارج، أعداء كثر لمصر يا إخواني. قلنا لكم ليش؟ آخر قلعة إلنا مصر الآن. العراق انتهت، سوريا انتهت، بقيت مصر. انتبهوا افهموا يا أخي، دخيل الله يا أخي. قال لك عم كله سياسة، كله فهم السياسة، ويبدو قليل 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 اللي فاهم صح. عايش لي مع الجزيرة، وعايش لي مع السي بي سي، وعايش لي مع قناة، وعايش لي مع إيه؟ مع يوتيوب، ومع أشياء تثير مشاعره. كيف انطخ هذا ظلما، كيف انقتلت البنت هذه، ويجب انها. مش هيك يا أخي، مش هيك يا رجل. خليك أعقل من هيك، أوعى من هيك. أنتم طالما دعوتم وتدعون الآن في هذا الظرف العصيب، لن يعز على آخرين أن يبعثوا من يندس بينكم ويطلق الرصاص، فيقال هم الذين أطلقوا وأنتم تقسمون ما أطلقنا ولا أخرجنا ولا أصدرنا أوامر بالإطلاق. وقد تكونوا صادقين، لكن كان بينكم من أطلق، صحيح؟ وسيطلق عليكم النار وبلا رحمة، لأنكم الآن إزاء دولة. خلاص هيك انقلبت الموازين بين العشية وضحاها. قلنا رأينا هذا بذكاء من البداية، وقلنا لكم تراجعوا، قولوا حسبنا ونعم الوكيل، نجلس في البيوت، انتهى كل شيء، نستأنف العمل سياسيا في الوقت المناسب. وحتى الجيش والفريق السياسي قال لكم بعد 9 أشهر، والباب مفتوح للجميع. في البداية مفتوح للجميع، يعني احنا قبلنا الجيش المصري أيها الإخوة بعد ثورة 25 يناير دون أن يقدم لنا خارطة الطريق، أليس كذلك؟ عنان طويلة لم يقدموا لنا خارطة، قال احنا في الحكم وحنشوف بنرتب الأوضاع، وثقنا بهم، أعطونا وعود هكذا من غير خارطة، وكانوا صادقين وسلموا الحكم. صحيح؟ المرة هذه الفريق السياسي من أول يوم قال لك هذه الحكومة انتقالية، وبعد 9 أشهر انتخابات ولا يستثنى منها أحد. جميل، هذا أدعى للطمأنينة، وحنشوف عاد. وبين عشية وضحاها الأمور تتقام، حنشوف هل يفي بما وعد، هل يصدق فيما قال، وبنشوف يا أخي. لماذا مستعجل أنت؟ بده لا الآن ويعود مرسي. مش حيعود مرسي، واضح أنه لن يعود الآن. افهموا يا أخي، مسألة معقدة متشابكة جدا. العقل يقول انسحبوا بهدوء، لا تسمحوا لأحد أن يرمي حتى بطوبة، وإذا كان أحد سيرمي بطوبة أو بخرطوشة فلن نخرج نتظاهر كمان تظاهرا سلميا، سنجلس في البيوت، ندخل بعدين الانتخابات مثلنا مثل غيرنا وحنشوف. والعالم براقب، والإقليم براقب، والناس كلها تراقب، أليس كذلك؟ ما في شيء مستخبي. كان العقل يقول بهذا، وأردنا أن ندعم هذه النصيحة ونشفعها بألف يعني سبب وسبب. وقلنا لهم ما تحزنوش كثير، ما تحتاج إلى الصياغة والشكل، لكن هذه حيلة مفضوحة، فلنعد إلى المضمون. قالوا لا نريد أن ننتهم المقدمات إلى نتائجها المنطقية. حري بمن انفرد بالخلق والإيجاد والتدبير والرزق أن يعبد وحده لا إله إلا هو. كيف تعبدون معه شيئا من خلقه وشيئا لا يسمع ولا يبصر ولا يستجيب لكم، صنعتموه بأيديكم؟ ما هذا الجنون؟ قالوا لا، مجنون. لماذا الآن هو مجنون؟ لأنه خالف السائد، لم يكن ممتثلا، ليس شخصا امتثاليا، لا يريد أن يندك في الهوية الدينية العقدية للمجتمع، خرج عليها بالعقل، والتهمة جائزة، الجنون. ولذلك قتل الأنبياء وقتل المرسلون كما قتل سقراط أيها الإخوة. سقراط نفسه في الباب السابع أو الفصل السابع من الجمهورية، أطول محاولات أفلاطون، طبعا على لسان سقراط، مثل أبولوجي، المهم على كل حال في الجمهورية حدثنا عن الصبية أو الرجال سكان الكهف الذين لا يرون الأشياء الحقيقية، إنما يرون ظلالها بفعل النار التي تتقد ظلالها على الحائط الماثل الشاخص أمامهم. وفي يوم من الأيام أفلح أحدهم أن يخرج ليرى الأشياء صاحبة الظلال، الأجسام صاحبة الظلال. فرح جدا جدا، هذه معرفة أكمل ومعرفة أوفى، أكثر تجسدا، أكثر حقانية واقعية. عاد إليهم يصيح صيحة الرائد يبشر أهله: اخرجوا من ظلام هذا الكهف ومن وهم هذه الظلال الشبحية، انظروا الحقائق، حقائق هذه الظلال. أبوا، وانتهى بهم الأمر أن قتلوه في الكهف. من قرأ الجمهورية هذه النهاية، طبعا نهاية أمثلة الكهف والظلال يحكيها سقراط لنا. قتلوه
لم يستطيعوا أن يحتملوا. ومن هنا يعلق بعد ذلك سقراط، ماذا يقول؟ يقول: أنت لكي ترى شيئا في غير زاوية نظرك لا يمكن أن ترسل نظرك. المجتمع يتحرك كمجتمع، حين أرسل فردا هذه أمثولة في الحقيقة ما يصح، ليس هكذا تتحرك المجتمعات. ومن هنا الأوان غير الأوان، الأوان غير الأوان، أوان المبدع الرائد غير أوان المجتمع. وطبعا بدهي أن الرائد دائما يسبق أهله، لأن المجتمع حين يتحرك كمجتمع، صحيح؟ المبشرون والدعاة والإصلاحيون والثائرون لا يريدون أن يحركوا فردا أو فردين، يحبون أن يثوروا مجتمعا، أن يحركوا مجتمعا، والمجتمع لا يتحرك إلا كمجتمع. وإذا سار بسير أضعافه، أليس كذلك؟ سيرا بطيئا. المجتمعات تسير سيرا بطيئا تتلكأ كالسلحفاة. أما ذاك الرائد الذي خرج عن السرب وحلق عاليا وترك السكن حديد، هذا يصل بأسرع بكثير المسكين، لكن يظل يعاني. أوانه غير أوانهم، أوانه أو أول تهمة جائزة الجنون، أول تهمة جائزة الجنون، إنه مجنون يخالف كل هؤلاء العقلاء والآباء والأجداد والحكماء وهذه المواريث وهذه النصوص وهذه الأشياء الكثيرة، كلها مجنون وغرور شايف حاله، أو أجنبي متآمر زي الحين زي المسلمين، متآمر يخدم أجندات. هذه الحيلة يعني إيه أحقر، لسه الجنون لسه فيها نوع من التكريم يعني، هذه لا. أجنبي متآمر مدسوس يخدم أجندات أجنبية. عقلية التآمر هذه عقلية كسولة جدا وبليدة ولا تفسر شيئا، لا تفسر شيئا أيها الإخوة والأخوات. لماذا أقول هذا؟ لماذا أقول هذا يا أخواني؟ وطبعا تكتشف أن كل اجتهادي هذا غلط، كله غلط، كل فهمي المشهد المصري يطلع كله غلط عادي. سأترجع أقول أنا كنت غلطان، مش دين، قلت لك هذا مش دين، ما كفرتش أنا يعني. حتى لو واحد كفر، اللي كفر عنده فرصة أن يعود للإيمان، انتبهوا، ديننا دين عظيم يا إخواني، لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذا دين يقول لك عندك الحق في التجربة والاجتهاد وأن تخطئ أيضا. لكن الخطأ الفظيع أنك إذا اكتشفت خطأك أن تصر عليه، أخذته العزة بالإثم، هنا يطمس على عين بصيرتك، لن تعود بعد ذلك تميز بين الحق والباطل، انتهى أمرك أنت عند الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله يقول إياك. فالمسألة عندي مش مرعبة يعني، وبالعكس أقول لكم بين قوسين: ويشهد الله علي وأنا على منبر رسول الله، أقسم بالله العظيم كم كنت سعيدا بكل الذين ناقضوني ونقدوني واختلفوا معي، بالذات في هذه القضايا اللي فيها فيها دماء وأرواح ناس ومصير شعوب وثورات وأشياء. أقسم بالله في منتهى السعادة. تعرفوا ليش؟ ومن هم؟ أكثرهم من أحبابي ومتابعي على الفيسبوك يعني على صفحتي، واضح أنهم من أحبابي يعني. فرحت بهم جدا. تعرفوا لماذا؟ يعني حتى الشك الممكن يعتريني في خطأ اجتهادي، في خطأ رؤيتي، ربما في تحيزات، من يدري؟ أنا ما عندي أي ضمانة أنني غير متحيز بالكامل، ما بقدر أقول لكم هذا الكلام إلا إذا كنت متعجرفا جدا، ما بعرف. سانت أوغسطين في يوم من الأيام ماذا كتب هذا الفيلسوف اللاهوت الكبير؟ كتب يقول: لست قادرا على أن أحيط بكل ما هو أنا، لست قادرا على أن أحيط بكل ما هو أنا. إيش اللي بيشكلني بالذات، بشكل قناعاتي وآرائي، ما بقدر أعرف. بعرف أشياء بسموه رأسي جبل الجليد، لكن بعد ذلك الجذر هذا 19 الجبل لا أدري. ممكن في عندي أشياء لا شعورية، أشياء خفية، أشياء كذا ما بعرف، لكن في حدود ما أعرف أنني لست متحيزا، في حدود ما أعرف، أو لا أريد أن أكون متحيزا أبدا. وأدعو الله وأطلب من إخواني أن يدعوا لي، وأطلب منهم أن يدعوا أيضا لأنفسهم أيها الإخوة، أنه في اليوم الذي يعرف الله، في الساعة التي يعرف فيها تبارك وتعالى أنني سأضل وأبيع ضميري وأبيع توقيري لله، فأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقبض روحي غير مفتون ولا مبدل. النبي علمنا هذا: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم توفنا قبل أن تفتننا يا رب العالمين. أن نبيع ضمائرنا والحقائق من أجل أي شيء مهما كان هذا الشيء، لا أعوذ بالله. على الأقل هذا ما نقوله، ما نشعر به إن شاء الله تعالى. لكن في النهاية قد نكون مخطئين مضللين، ضللنا بمعلومات، بأشياء، بمشاهد لم تتسع رؤيتنا أيها الإخوة بالقدر الكافي لنرى المشهد بالقدر الكافي. على كل حال أيها الإخوة لم نبرر. لماذا لا نخاف؟ ولماذا أنا سعيد بالمناقضات والمناقدات أيها الإخوة؟ تعرفوا لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف حجم الدمار، حجم الكارثة،
حجم الخطأ، الغلط، الضلال الذي سيحصل من جراء رأيي حيكون أقل بفضل الله. بفضل ماذا؟ بفضل الروح التي نبثها ونحرض عليها ونغري بها. روح، كن مستقلا، ما تكون عدناني. عدناني مين؟ أنا نبي؟ إياك. وأنا أقول لك، لو واحد قال لي يا عدنان هل تعطيني ضمانة أن أتبعك؟ فأقول له إياك أن تتبعني يا أخي في كل ما أقول، والله العظيم، ولا حتى في بعض ما أقول. أنا روحي وهديي ودعوتي رسالتي. انظر في كلام وفي كلام غيري وفي كل شيء، ثم اختر لنفسك حسب مقدراتك العقلية والوجدانية. بس هذا هو. والله لن يحاسبك إلا بما آتاك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا وسعها. ولا مش صحيح؟ وسع بحسب وسعك. وقد تصيب وقد تخطئ، حين توافقني وحين تخالفني، مرة تصيب مرة تخطئ، ما في مشكلة. أنت مأجور دائما بإذن الله، ما صحت النية، ما صحت النية، وما صحت النية بإذن الله يتضح السبيل ولو بعد حين. فالدمار صغير بفضل الله. النقطة الثانية، وهذا الذي يريحنا بفضل الله عز وجل، كنا وما زلنا ونسأل الله أن نظل حتى